السلام عليكم، صباح الخير البنات. كي صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كل شيء مزيان؟ جمعة مباركة ان شاء الله. يا ربي تنعاد عليكم بالخير والصحة والهناء وبطولة العمر باش ما كتمناو. عواشر مبروكة، والله يدخل عليكم العيد بالصحة والهنا وبطولة العمر لكم ولوالديكم والاحباب وما عزيز عليكم ان شاء الله يا ربي كاملين. اليوم في هذا الروتين هذا غنشارك معكم روتيني الصباحي يوم الجمعة، شنو درت وشنو عملت. خليكم معايا وان شاء الله يا ربي الروتين كامل ينال الاعجاب ديالكم. انا بديت معكم الروتين هنايا من الصباح بكري. نوضت غير شويه بكري، ما نوضتش بزاف بكري، يعني نكذب عليكم ونقول لكم نوضت مع 7 الصباح. لا البنات، نوضت مع ديك العشرة، حيت انا دائما كنوض حتى ل 11. ولكن نهار ديال الجمعه كنحاول نوض شويه بكري، كنوض كنقاد حالتي كنطرف حالتي، مهم نصلي صلاتي، نقرا شويه ديال القران، كنعمل القران في التلفازه سوره الكهف. ضروري البنات ضروري تقراوها، والا ما قديتوش انكم تقراوها، اذا ما قديتوش يمكن انكم تعملوها في التلفازه. وبالنسبه للقران راه دائما خصو يكون في المنازل ديالنا، سواء في يوم الجمعه ولا في اي يوم اخر. المهم البنات، خديت واحد الدش خفيف ظريف، صليت صلاتي، ومن بعد هنا نقرا شويه ديال القران. اللهم تقبل ضروري من سوره الكهف. واخا ما تقدروش انكم تقراوها كامله، تقدروا مثلا انكم تقسموها نتوما والازواج ديالكم، يعني مثلا الزوج ديالكم يقرا النص وانتم تقراو النص، اولا الاخوات مع بعضيتهم ولا العائلات مع بعضهم. يعني ماشي ضروري انكم تقراوها كامله اذا كنتم مشغولين بزاف. وفي نفس الوقت اذا كان عندكم يعني شغل غير شويه، يعني ما يعني تكونوا مسالين، تقدروا انكم تقراو غير تقراوها كامله. وهذا الشيء اللي كاين. المهم هنا البنات غنقرا شويه ما تيسر، ما نقراش، انا ما قريتهاش اليوم كامله، قريت هنايا غير النص. وهذا الشيء اللي كاين. كنتمنى منكم انكم تتبعوا هذا الروتين هذا حتى الاخير ان شاء الله باذن الله. واذا عجبكم علاش لا تخليوا لي واحد اللايك وكذلك واحد الكومنتير مزيون. بنات راني شاركت معكم امبارح روتين ديال ليله الخميس. كنقول لكم شكرا بزاف بزاف على التفاعل اللي خليتوا لي فيه لاختكم البنات، واخا تعليق شويه قليلين، ولكن كنقول لكم شكرا بزاف بزاف على الحب ديالكم. غير لي لايك ديالكم راهم كافيني، كذلك المشاهدات اللي كتشوفوا الفيديوهات ديالي كنقول لكم شكرا بزاف بزاف. بالنسبه للناس اللي كينساو لي لايك كنقول لكم ماشي مشكل، انا فكرتكم في هذا الفيديو هذا، ما تنسوش انكم تعملوا لي لايك وكذلك تعملوا لي واحد تعليق مزيان. المهم البنات، من بعد ما قريت سورة الكهف، يعني ما تيسر منها، مشيت هنا نفطر. الفطور اللي كنفطر دائما عادي جدا، حريشه بغرير زيتون. يعني داكشي اللي كناكل دائما كليتو حتى اليوم، ماشي شي حاجه اللي مميزه ولا شي حاجه اللي زايده. وصافي هادشي اللي كاين البنات. من بعد ما نوضت نشارك معكم قشوع وتماره والربينه، نوض نغسل معكم هنايا غير هاد الحوض اعزكم الله، نمسح اللورنيه، ندوز واحد الشفيفه خفيفه ظريفه. كما كتعرفوا نهار ديال الجمعه يستحسن اننا ما نعملوش شغل بزاف، حيت كانه عيد. دائما كنقول لكم يوم الجمعه كانه عيد، وبصح البنات راه عيد المؤمنين. يعني الانسان مخصوش انه يعمل الشغل. كيف ما كتعرفوا واش نهار ديال العيد الكبير والعيد الصغير كنوضو كنعملوا الشغل؟ لا، يعني كنوضو كنوجدوا الفطور كنوجدوا الغداء، يعني كنغسلوا داك القشيعات وصافي صافي، وكنجمعوا الصلاه وصافي. هادشي اللي كنعملوا في الاعياد من طبيعه الحال كنوجدوا له من قبل. هذا علاش كنقول لكم انا يوم الجمعه من الاحسن انكم توجدوا له ليله قبل، يعني في ليله الخميس. وهذا علاش نوض هنايا غير نشارك معكم داكشي خفيف ظريف، وغادي نقاد شويه المسائل. واليوم ما غاديش نتغدى في الدار، غادي نمشي نتغدى مع الاخت ديالي دايره سكسو عارضه علينا انا والزوج ديالي، وغادي نمشيو عندنا ان شاء الله باذن الله. المهم هانتوما معايا وغنديكم معايا ان شاء الله باذن الله. هنا بنات جيت نحك هاد البوطه هادي، قلت انا غادي نمشي عند اختي نتغدى معاها، اللهم نخلي الدار ديالي في واحد الحاله اللي تكون جميله جدا، ومني نرجع نلقاها زوينه. انا ما كيعجبنيش نخرج ونخلي الدار مرونه، حيت ملي كنرجع واخا نكون مثلا غير مع اختي، يعني انا مشيت غير عند اختي نتغدى ونجي، يعني خصني ضروري منين نجي نجيب يعني نلقى الدار مزيونه. ملي كنلقى الدار معوطه كنكون نشيطه في حياتي. ولكن اذا خرجت شي نهار وخليت الدار مرونه، وملي كنجي كنلقاها مرونه، صافي ديك الساعه صافي كنعكز عليها بزاف. وهادشي اللي كاين. المهم كما شفتوا معايا هنايا غادي نحك البوطه، حكيت لها هذاك ديالها، ما عرفتش شنو كيسميوه، المهم هاد اللعيبه. رديت على. المهم هانتوما شوفوا معايا الكوزينه ديالي رجعت، يا سلام يا سلام. عندي لكم واحد الليله خفيفه ظريفه هيدا على الدنيا. هنا كان باقي بكري يا بنات، يعني يلاه واحد 11، يلا 11 وصلت ماشي بزاف، 11 ونص تقريبا. المهم ايوا هادشي اللي كاين. دابا غادي ندوز واحد الشفيفه،
حيتاش كيف ما قلت لكم غنخرج خصني منين نرجع نلقى الدنيا نقيقيه والريحه ديال النقا. هذا علاش درت شويه ديال صاليك روا، شويه ديال الصابون، دوزت التجفيفه اعزكم الله على الكوزينه وعلى الحمام. بالنسبه للحمام اعزكم الله راني خويت عليه لي خيام، يعني جافيل، رشيت عليه جافيل مزيان مزيان وشديت عليه حتى من بعد عاد كنمشي عاد كنحكو كتبقى فيه ريحه جافيل يوم كامل. وهادشي اللي كاين. المهم حكيت شويه هكذا، انا ما كانش خصني صراحه نحك، ولكن حيت غادي نخرج قلت اللهم نخلي الدار نقيقيه ومن نجي كتلقاني داك ريحه النقا كتعجبني صراحه. وهادشي اللي كاين. المهم نقيت الدنيا كامله، مسحت شطبت قضيت المسائل ديالي كاملين وصافي. من بعد نشفت بهذا الجفاف هذا اعزكم الله صراحه مزيون عملي بزاف، كيساعدني ما كيخلينيش نحني مره، كيخليني غير نشلو هكذا في السطل ديالو ومن بعد كنجفف به، كيعاوني بزاف والله العظيم البنات. وهادشي اللي كاين. المهم من بعد ما نشفت الدنيا كامله غادي نمشي باش غادي نعطر الدار كيف ديما. اليوم ما عملتش يا بنات البخور، عملت غير داك المعطر اللي عندي، معطر الجو صراحه مزيون ديال الخزامه، كتعجبني ريحته بزاف. هانتوما شوفوا معايا راه قضيته فواحد المده اللي وجيزه واحد المده اللي صغيره بزاف وصافي. المهم قضيت المسائل ديالي كاملين ومن بعد عاد غادي نمشي باش غادي نوجد البيسه ديالي اللي غادي نلبس، جليبه ديالي بطبيعه الحال، وغادي نمشي عند الاخت ديالي باش نتغدى معاها السكسو. كيف ما كنقول لكم البنات دائما سكسو ديال اختي كيجي يا سلام، كيجي رائع رائع بزاف. انا من المحبين ديال سكسو ديال اختي، غادي نمشيو ناكلو معاها كيعجبني الصراحه. وهنايا وجدت الجليبه ديالي والقميص. المهم هاد الجليبه هذه كانت عدلتها لي الخياطه هاجر الصراحه بنات، شحال هذه ما هضرت معكم على الخياطه هاجر صراحه، عندها الخياطه متقونه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. المهم في هذا العيد هذا ما خيطتش صراحه على داكشي ما مشيتش عندها، ولكن انا دائما على تواصل معها. اذا بغيتوني انني نبارطاجي معكم الجديد ديالها واللبسات اللي عندها وقفطنات اللي عندها وجليبات اللي عندها الكره والشرا، ما عنديش مشكل، نقدر انني نبارطاجيهم معاكم. صراحه عندها كل شيء متقن ما شاء الله، الخيطه ديالها رائعه، ديال الجلبات ديال القميصات ديال اي حاجه خيطاتها انا بعدا كنحمق عليها ومن المحبين ديالها، وكنقول لها تبارك الله عليك من هذا المنبر هذا ومن هذا الفيديو هذا، كنقول لها ما شاء الله عليك. هادشي اللي كاين. مهم حيت شاب الناس عارفاها غتشوف الفيديو هذاك الشيء كنقولها تبارك الله عليك ما شاء الله. وهادشي اللي كاين هنايا. شوفوا معايا هاد البارفان هذه صراحه مزيونه كتعجبني، فيها واحد الريحه يا سلام. عملت تما رشيت على داك الجليبه قبل ما نلبسها ورشيت، عملت لكم تانتوما البارفان هانتوما نعمل لكم تانتوما رشيشه خفيفه ظريفه باش تشموا تانتوما داك الرويحه. وصافي هنايا صافي مشيت عند اختي وجدت سكسو ما شاء الله جا يا سلام، هنا كانت كتغرف وكنت كنصور معكم هيدا لقطات، قلت لها بلاتي تصور لقطات مع المتابعات ديالي وصافي بقيت كنشارك معاكم. وهذا هو الفلوق ديالي ولا الفيديو ديالي اليوم. مشيت عند اختي ومن بعد بنات ملي غادي نتغدى وعاد غادي نخرج ان شاء الله باذن الله وغنشارك معكم كلشي. وهادشي اللي كاين بنات بالنسبه لهذا الروتين هذا. كان يوم الجمعه كيف ما قلت لكم. هنايا كنت كنشارك معكم كسيكسو. بالنسبه للمنظر يا سلام، وبالنسبه للمذاق نقول لكم واحد المذاق فيه واحد المذاق واحد البنه ما عرفتي. واحد البنه يا سلام. انا كيف ما كنقول لكم دائما بالنسبه للسكسو ديال اختي كيجي رائع 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 بزاف. وهادشي اللي كاين حتى هي كنقول تبارك الله عليك الله يعطيك الصحه. هنايا هانتوما صافي سالينا، كاين داك القزبر كتعدلو من فوق كيجي مزيون، كذلك الزبيب والبصله ضروري من الزبيب والبصله. الخضيره هي كلشي عليها العمده وعليها الاساس حيت الا ما كانش الخضيره راه ما كاين والو. بالنسبه للخضيره راه كتعجبنا بزاف بزاف. هنايا عملت الطبيس النجاره ديالها، وهنايا عملت قصيعه باش ناكلوها حنايا مجموعين. وصافي مشينا تغدينا، اللهم اديم هاني عمي يا رب واحفظها من الزوال. ومن بعد نوضنا خرجنا مشينا هيدا نضربو دويره. جلسنا انا وياها هيدا في الجرده بقينا كنتهاودو. المهم تبردنا مزيان مزيان كما كتعرفوا راه الجو كان بارد. ما تديوش عليا البنات راه الجو كان سخون بزاف بزاف بزاف، بخصوص هاد الايام راه كاين واحد السخانه ما نقول لكمش. من بعد دزنا تسخرنا شويه وجيت هنايا باش نوجد العشاء. رجعت للدار صافي وارتحيت شويه ومن بعد جيت باش نوجد العشاء. كان عندي بنات هنايا كيلي فلور سلقته وغادي نعدل به كغطان في الفران، كتجي يا سلام كتجي مزيونه. بالنسبه للناس اللي ما كيبغيولهمش وليداتهم ولا العائلات ديالهم هيدا الخضر، ولا مثلا نعطيكم غير مثال ديال
ديال الكيليفلور بالضبط. صراحه كيجي مزيون بهذه الطريقه هذه. كما شفتوا معايا سلقت داك الكيليفلور غير شويه، يعني سلقتوش بزاف، سلقتو يعني طاب ولكن ماشي بزاف، ما عاد قطعتو شديتو كما شفتوا معايا شرائح. من بعد شلطت فيه واحد البصيله، من بعد عملت فيه 3 ديال البيضات. وبالنسبه للبيضات كيبقاو على حسب، يعني على حسب شحال بغيتو انكم تعملوا نتوما، واش شويه ولا بزاف. عملت مغروفه ديال الكمون، عملت مغروفه ديال الابزار. غادي نقطع فيه شويه ديال القزبر والمعدنوس، حكيت فيه الثومه وزدت فيه شويه ديال الزعتر. عملته هنايا في هذا المول هذا ديال الفران. ومن بعد ملي طاب شويه البنات راني حكيت عليه جبن وصافي، خليت داك الجبن حتى داب. وقدمته للعشاء بالصحه والراحه، وكان هذا هو عشانا. اللهم اديمها نعمه يا رب. وهنايا البنات كنقول لكم تهلاو لي فراسكم، ونتلاقاو عما قريب في فيديو جديد ان شاء الله. ما تنساوش لي لايك ديالكم والتعاليق الجميله. تهلاو لي فراسكم، سلامه.